السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعي القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وبصحة جيدة. اليوم غادي نشارك معكم هذه الوصفة ديال السيجار اللي كتجي رائعة ولذيذة بزاف. نتمنى تجربوها. كتعتمد بزاف على الخضرة، يعني هنا درت الخضرة بواحد الكمية كثيرة، ودرت واحد الكمية قليلة ديال اللحوم، سواء كان عندنا اللحم ديال الدجاج او الهبرة ديال الدجاج مطحونة، او لداند او الكفتة ديال البقري. اذا على بركه الله غادي نحتاجو نص كاس ديال الزيت البلديه. غادي نشحروا واحد البصيله متوسطه مشلضه على هذا الشكل هذا. صافي غادي نشحروها مزيان حتى كيرجع اللون ديالها ذهبي ماشي بني، يعني يلا كتبدا تشحر. كنضيفوا عليها الكفته ديال الدجاج. الكفته انايا بالنسبه ليا انا غير الهبره راه طحنتها، ممكن تعوضوها بالكفته ديال اللادان كما قلت لكم. يعني هنا واحد الكميه قليله، يلا واحد 200 غرام مع نص كيلو ديال الخيزو مع نص كيلو ديال القرعه، وواحد تقريبا واحد 100 غرام ديال الكرنب اولا المكور. ضفت هنايا الدجاج وشحرته مزيان، زدت عليه شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. دابا غادي نزيد الخضر. عندي هنا القرعه محكوكه، خيزو محكوك، وعندي الكرنب هنا درتو قطعته على، يعني قطعته غير على جوج، ودرت عليه الماء طايب يلا واحد 5 دقائق فقط، غير باش كيبقى داك اللون ديالو خضر، وكنصفيوه وكنقطعوه على هذا الشكل هذا يعني مشلض. صافي غادي نشحروا الكل هنايا. فهاد الاثناء غادي نضيف هنايا التحميره وواحد المعلقه كبيره ديال الهريسه. هذه الهريسه خضراء عندي كنت حضرتها. وغادي تزيدوا المعدنوس. صافي غنبقاو نشحروا حتى كتهبط الخضره، يعني حتى كتشحر مزيان. اخر حاجه غادي نضيفوها، غادي نضيفوا 4 ديال الفرماج مثلث، غير باش يدير لنا ديك التعديكه. صافي كنبقاو نحركوه حتى كيذوب ونخليوه يبرد. وغادي السر في هاد الحشوه باش ما كتبانش شنو عندنا تما، غادي نطحنوها مزيان في الهاشوار. صافي فاش كنطحنوها راه ما كيتبقى تبان تما لا كرنب ولا خيزو ولا حتى شي حاجه، يعني كتبقى عندنا غير ديك اللذه ديال الدجاج وديال الخضره، ما كتعرفوش شنو فيها. كنزيدو عليها الفرماج، هذا كيبقى غير اضافي الا بغيتو تزيدوه، فرماج محكوك. صافي هنايا عندنا الحشوه بارده، غادي نبدا نعمر السيجار. بالنسبه لي انايا عندي هنا الورقه صغيره، غادي نقسمها على جوج. عندي هنايا سيجار غادي نشكل سيجار كبير وسيجار صغير. بالنسبه للصغير غادي نقسمها غير على جوج. غادي ندهنها مزيان بالزبده والزيت. ضروري ما تدهنوها بالزبده والزيت باش كتعطيكم ديك القرمشه، لان حنا غادي نطيبوها في الفران، وضروري ندهنوها مزيان بالزبده والزيت. غادي نلصقوه بشويه ديال الطحين. صافي. وبالنسبه للسيجار الكبير غادي نخليو الورقه هكاك، غادي ندهنوها مزيان بالزبده والزيت، ما غاديش نقطعوها، غادي نقطعوا لها غير دوك الشنيفات هكا اللي كيكونوا ناشفين. صافي وكنعمروا السيجار ديالنا وكنلويو نفس الطريقه ونلصقوه بشويه ديال الطحين. صافي غادي نحاولوا ندهنوه بشويه ديال الزبده والزيت وشويه ديال التحميره باش كيعطينا هذاك اللون محمر. غادي نسخن الفران من قبل ونخليهم يطيبوا على نار مهيله حتى كيتحمروا على هذا الشكل هذا. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها لانها فعلا تستحق التجربه. ما تنساوش تشجعوا القناه بجيم، ولاول مره غادي يدخل الى عجبكم المحتوى ما تنساوش الاشتراك. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.
بالنسبه للسيجار الكبير غادي ناخذوا الورقه هكاك، غادي غير نحيدوا لها دوك الطريفات هكا اللي كيكونوا يابسين، وغادي نعمروا بهذا الشكل هذا. ودائما وحنا كندهنوا الورقه بالزيت والزبده صافي. وغادي نلصقوا بالطحين باش ما كيتحلش، واخا هو الفران في الحقيقه راه ما كيتحلش،